لما بكون بشتغل على اي لويالتي بروجرام مع اي كلاينت، بيبقى الناس متخيله ان انا عايز العملاء يبقوا لويال ويحبوا البراند ويشتروا من البراند وبتاع، وبينسى اصلا ان هو هدفه الحقيقي انه العملاء يدفعوا فلوس. هو مش مطلوب يحبوا البراند، هم مطلوب يلاقوا فاليو حلوه للبرودكتس اللي بيشتروها قدام الفلوس اللي بيدفعوها. مفيش حاجه اسمها يا جماعه لويالتي بالمعنى الحرفي. اللويالتي بالمعنى الحرفي دي ما بين الابن وامه. العميل مطلوب منه انه يحب القيمه اللي بقدمها له انا كبراند قدام الفلوس اللي بيدفعها، مش انه يحب البراند. لانه ما تتخضش لو جه براند تاني قدم حاجه بسعر اقل بنفس الكواليتي، في الغالب موست اوف اليوزرز اللي عندك هيروحوا يتحركوا، الا نسبه قليله قوي اللي هيفضلوا متشبثين بالبراند بتاعك ولا او مش هنسيبه. بس بعد شويه هيحسوا انه احنا ليه بندفع المبلغ ده كله وممكن اخد نفس الحاجه بنفس الكواليتي بنفس الشكل، وممكن تبقى كمان حاجه ابديتد اكتر واروح ادفع فيها فلوس اقل. اللويالتي في البيزنس مش معناها خالص انه يحبوا البراند، معناها ان هم يجيت ستوك مع البراند عشان البراند فعلا بيديهم حاجه كويسه بكواليتي حلوه قدام سعر منطقي بس.